السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب مصر، الفرصة جت لحد عندنا. الذل والظلم والإهانة والبهدلة ليهم آخر. انزلوا وشاركوا، قوتكم في وحدتكم. اللي بيحصل الأيام دي لو فوتناه احتمال كبير ما يتكررش، واللي جاي هيبقى أسوأ وأسوأ بكتير. لازم نمسك في الفرصة بإيدينا، ولازم نستغلها كويس قوي، ولازم نتفق ونحط ايدنا في ايد بعض، لان قوتنا في وحدتنا. والأول مرة هم يخافوا، والأول مرة يهتزوا. والدليل واضح، دي مش أول مرة دعوة للنزول. ياما دعوات قبل كده حصلت في السنوات الأخيرة اللي فاتت، سواء كان بينزل منها عدد قليل أو ما بينزلش خالص. ما كانوش بيتكلموا ولا كانوا بيتعلقوا ولا كانوا بيتفاعلوا، إلا بعد ما يعدي وقتها وما ينزلش حد، ينزلوا بالهاشتاجات والتهكم والسخرية. محدش نزل والكلام ده كله. لكن المرة دي الأمر مختلف تماما. ولو دققتم وعرفتم الرسائل اللي في مؤتمرات الكائن اللزج المدعو رئيس جمهورية مصر العربية، اللي هو ازاي ده رئيس جمهورية بلد زي مصر. بس ما علينا، اللي حصل حصل. احنا لازم نتدارك كل اللي حصل، ولازم نعرف ان الفرصة دي مش هنقدر نكررها تاني. ولو فوتناها اللي جاي أسوأ وأسوأ بكتير. اللي انتوا عايشينه واللي انتوا فيه يعني عدى حدود الكلام. مش هنقول احنا عايشين واحنا مش لاقيين واحنا مش هنقول. اللي هنقوله ان احنا لازم نشارك كلنا، ولازم ننزل كلنا. ننزل عشان حقنا وعشان كرامتنا وعشان لقمة عيشنا وعلشان الوضع السيء اللي احنا وصلنا له، وعشان حق الشهيد وحق الأسير. لما